السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. تشوفون فيديو اليوم راح يكون المنتج فيرسالي يونيكورن اسنس. بنات هذا السيروم غير دهني، يعني قوامه مثل اي سيروم اللي نشتريه، ينحط على بشرة نظيفة. طبعا هو هذا لون بنفسجي بس مبين لونه اسود، طبعا الاسود يختلف، اللي هو هذا ان شاء الله يكون واضح، لونه بنفسجي مو الاسود. هذا ينحط على بشرة نظيفة. هذا بنات الفائدة من عنده يساعد البشرة تمتص المرطب، يعني هذا بعد ما نغسل بشرتنا مباشرة نحط هذا السيروم حتى يساعد البشرة انه تمتص المرطب بكل سهولة. وايضا بمواد مضادة للاكسدة تحارب الشيخوخة. وهذا هو شكله، خليني اشوف لكم اياه. وهذا ان شاء الله يكون واضح. طبعا اعتذر من صوتي شوية، بعدني فلاونزا. خليني احط لكم اياه. هذا تحطون قطرة وهذا هو بنات، ننتظره دقائق قليلة إلى أن تمتص البشرة أو إلى أن ينشف، وبعدين نحط المرطب اللي احنا نستخدمه. طبعا يساعد البشرة انه تمتص بكل سهولة، ومثل ما قلت لكم هو بمضادات أكسدة تحارب الشيخوخة، وأيضا الخطوط الرفيعة الناعمة اللي تكون بالبشرة بتساعد. فهاي الخطوة مهمة للعناية بالبشرة. يعني هو مو دهن أو مو مرطب، لأن أنا شفت بعض البنات يستخدمونه غلط، يستخدموه كمرطب. هو مو مرطب، بس اللون الأسود والأبيض بيهن زيوت طبيعية ومفيدة ومغذية للبشرة. بس هذا لا، هذا كسيروم مثل ما قلت لكم. هذا يساعد البشرة تمتص المرطب أو الفيتامينات أو أي إشي حابين انتو تحطونه على البشرة. وأيضا يستخدموا كبرايمر قبل المكياج، حتى يخلي طريقة وضع المكياج بصورة سهلة ويكون سلس بدمجة وأسهل. يخلي الفاونديشن أو كريم الأساس ناعم ويدوم فترة أطول. وأيضا تحت العين أو على جفن العين يستخدموا أيضا كبرايمر للآي شادو حتى أو ظل العين حتى يكون لونه قوي. بس أنا بصراحة ما أنصحكم، لأن هو سعره غالي، سعره 50$، فما معقولة انه راح استعمله كبرايمر. يعني افضل استعمل هذا البرايمر، عفوا هذا البرايمر من بنفيت، اكيد كلكم تعرفونه وغني عن التعريف. هذا البرايمر انصحكم بيه تشترونه، وما انصح تستعملون هذا المنتج كبرايمر، وما انصحكم تستخدموه كبرايمر. انصحكم تستفادون من عنده بعد ما تغسلون البشرة، تستخدمونه وتحطون الكريم المرطب حتى البشرة تستفاد من عنده اكثر. واذا حابين تستخدمون برايمر فاكو هواية انواع من البرايمر زين، ومن ضمنهن هذا المفضل عندي، تستخدمونه وتستفادون من منتج فيرسالي للبشرة حتى يحافظ على البشرة. وهذا كان نهاية الفيديو. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. لا تنسون تزورون قناة اعمار افكار يدوية، راح يكون الرابط بصندوق الوصف. واذا حابين تتابعوني على الفيسبوك والانستغرام ايضا راح يكون الرابط بصندوق الوصف. مع السلامة.